تخيل معايا كده في عز ما الناس بتتكلم عن غلاء البنزين والعيشة اللي ولعت، اتقلبت السوشيال ميديا بخناقة من العيار الثقيل. مش خناقة في مسلسل ولا في مشهد تمثيلي، دي خناقة حقيقية بين ياسمين عبد العزيز وبين أحمد العوضي. بوست هنا ورد هناك، كلام بيغلي ونار بتولع. بس استنى لحظة، هل هي غيرة ولا تصفية حسابات ولا خطة ذكية علشان يتصدروا الترند ويضحكوا علينا كلنا؟ ولو الخناقة دي حقيقية فعلا، يبقى احنا قدام أكبر تسريب درامي في الوسط الفني من سنين. استعدوا علشان اللي جاي شرشحة مدروسة وعركة بملايين، وانت هتحكم في الآخر مين اللي بيمثل ومين اللي اتفضح. تابع معاي لأن اللي هقوله محدش قاله قبل كده. بعد ما ياسمين نزلت البوست بتاع الفن المحترم والجمهور الواعي، كان واضح جدا ان الحوار بقي سخن قوي، والناس على السوشيال ميديا بدأوا ينقسموا الفريقين. فريق ياسمين عبد العزيز شايف ان الصح وان العوضي بيحاول يلمع نفسه على حسابه، وانها مش لازم تسكت وتسيبه يعمل نفسه نمبر 1. اما فريق العوضي شايف انها بتاخد اللقطة وبتلمح على شخصيته واسلوبه في التمثيل بطريقة مستفزة، وانه من حقه يفرح بنجاح ويقول انه رقم 1 في مصر. وهنا يجي السؤال الكبير، هل الخناقة دي حقيقية فعلا ولا مجرد ترند متفق عليه علشان يفضلوا في الصورة؟ الموضوع بدأ يبان انه مش صدفة، خصوصا ان اي ترند بيجيب فلوس، ووجودهم في الساحة بشكل مستمر يعني عقود اعلانات، اعمال جديدة، وطبعا لقاءات حصرية في برامج رمضان. يعني مثلا مين هيكون ضيف العرافة السنة الجاية؟ اكيد حلقة خاصة لياسمين عبد العزيز وحلقة تانية لأحمد العوضي علشان يرد على ياسمين. وبعدين تعالوا نفكر شوي، لو هي فعلا شايفة انه اسلوبه مش فني ومحترم، ليه عملت معاه مسلسلين قبل كده وكانوا بنفس الطريقة اللي بتنتقدها؟ اما العوضي فلو كان شايف ان ياسمين بتستفزه، ليه بيكمل الرد عليها بكل بوست جديد؟ مش المفروض يطنش ويكمل في نجاحه المزعوم؟ نقطة تانية مهمة، الجمهور المصري اصلا مش متعود يتخانق على مين نمبر 1. كل سنة بيطلع ترند من ممثل بيقول انه رقم 1 في مصر، والجمهور بيطنش لانه عارف ان بعد كم شهر محدش هيبقى فاكر المسلسل ده اساسا. يعني مثلا لو سألت اي حد النهاردة عن مسلسل لن اعيش في جلباب ابي اللي اتعرض من اكتر من 25 سنة، هيقول لك طبعا عارف، عبد الغفور البرعي، فرح سنيه، فاطمة كشري. بس لو سألت نفس الشخص عن مسلسل العوضي او ياسمين عبد العزيز اللي اتعرض السنة دي في رمضان 2025، هتلاقيه بيحاول يفتكر وما يعرفش يقول غير انه كان فيه ضرب وشتايم وحب وانتقام. المشكلة الحقيقية كل اللي ممثلين بيحاولوا يقنعونا ان اعمالهم هي الافضل، في حين اصلا مش بنفتكر اي حاجة بعد انتهاء رمضان. المسلسلات كلها بتشابه بعض والاساليب بقت مستهلكة، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. يا جماعة انتوا ليه بتحرقوا اعصابكم في خناقات مش ليكم؟ يعني احمد العوضي وياسمين عبد العزيز ما شاء الله هابرين ملايين، عايشين حياتهم، وممكن اصلا يكونوا بيتعشوا سوا وهم بيضحكوا عليني، وفي الاخر انت بتشحن باقة بكارت فكة علشان تتخانق في الكومنتات مع حد ما تعرفوش، وهو اصلا مش فارق مع ياسمين او احمد العوضي انك موجود او مش موجود. اما ياسمين بقى، فلو انت شايفه نفسك في مستوى اعلى من العوضي، يبقى ما ترديش عليها اصلا. الرد بيديله شهرة ببلاش وبيخليه يبقى جزء من الحوار غصب عن الناس، كان المفروض ما تشتغليش معاه من الاول. الخلاصة يا جماعة، الموضوع ما يستحقش اننا نديه اكبر من حجمه. في الاخر كلهم بيمثلوا وبيحاولوا يحافظوا على صورتهم قدام الجمهور، ولو فيه مشاكل زوجية حقيقية فدي مش قضيتنا، دي قضية أسامة منير. وبالنسبة للنجوم والفنانين، لو عاوزين فعلا تقدموا فن محترم، ما تشتغلوش على خلق ترندات الفارغة، وبدل ما تقضوا وقتكم في الرد والشرشحي، ركزوا في تقديم حاجة تبقى فعلا محترمة والناس تفتكرها حتى لو بعد سنين. وده كان ملخص الحلقة، يلا ادونا لايك والشير بقى والاشتراك في القناة. السلام عليكم.